سلام بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صحة فطوركم، صحة رمضانكم. اليوم جبت لكم تحلية وعليها الكلام، تحضروها في اسرع وقت ممكن، اللي هي تحلية بالسيترون والتفاح. روحوا معايا نوريكم لا غوسات. كما راكم تشوفوا جبنا بسكوي يكون مرحي، اي نوع عندكم، كأس تاع عصير ليمون اللي هي 4 حبات عصير ليمون، 2 حبات بيض، وثاني كنزيدوا لهم 4 حبات تفاح، وبلا ما نساو الجوز يكون محمص، وثاني بلا ما نساو نديروا 6 مغارف سكر. قسمتهم على 2، حطيتهم في 2 كيسان، واحد نخدم بهم لا كريم او سيترون، واحد نخدم بهم الكراميل مع التفاح والجوز. وما نساوش نص كاس معمر تاع الشونتيي، نزيدوا لها ثاني كاس حليب يكون بارد هكذا باش تطلع لنا لا شونتيي تري تري بيان. الوغ البنات دوطخ كوتي رانا دينا بسكوي اي نوع تحبوه، ماشي لازم نوعيه محدده، رحيناه في الاشواغ ونخلوه كوتي. ومن جهه واحده اخرى عصرت 4 حبات كبار تاع القارص. كما راكم تشوفوا البنات نعصروا القارص حتى تخرج لنا كونتيتي لاباس بها. كما راكم تشوفوا في لا فيديو انا خرجت لي كاس، وكاس تاعي شويه كبير، نتوما تقدر تخرج لكم كاس ونص. بوك نوجدوا كريمه الليمون تاعنا، كما تعرفوا فيها كاس تاع السيترون اللي درناه، نزيدوا لها 2 حبات بيض، 3 مغارف سكر. انا زدت لها لوزاس تاع السيترون باش هكا يعطي اللون ولا البنه تاع السيترون تزيد كثر وكثر. نخلطوا السوائل مع بعضهم البعض حتى يتجانس البيض مع جيت سيترون مع لو سكر. اي ابري نشعلوا النار على درجه تكون قليله وحتى تبدا تثقل لنا لا كريم تاعنا. ما قلت لكمش نزيدوا 2 مغارف تاع المايزينا هكا باش تثقل لنا لا كريم وتطلع لنا بالخف، ما تكثروش المايزينا بزاف. كما راكم تشوفوا البنات لا كريم وسيترون تاعنا راهي بدات تثقل لنا وراهي ولات على الشكل القوام تاعها على شكل كريمي. نطفوا النار ونخلوها تبرد. ليتاب الاخرانيه نخدموا لا صوص كراميل تاعنا، نديروا 3 مغارف كبار سكر، نحطهم في كاسرونه حتى يولينا كراميل. من بعد نزيدوا لهم 4 حبات تفاح صغار اللي كنا نحينا لهم القشره تاعهم مع الجوز اللي يكون محمص، نخلطوا كلش مع بعض حتى نتحصلوا على هذا القوام. نوجدوا الكؤوس تاعنا باش نبداو نحطوا طبقه فوق طبقه. كطبقه اولى نحطوا له بسكوي تاعنا. البنات نسيت ما قلت لكمش، لو بسكوي ديروا له مغرفه كبيره تاع زبده ذايبه ولا المعجون، وانتوما واش تحبوا. ما راكم تشوفوا البنات نعمروا كاع الكؤوس تاعنا بالطبقه الاولى من البسكوي. اي ابري نزيدوا الطبقه الثانيه اللي هي لا صوص كراميل بالتفاح والجوز، نعمروهم كاع في الكيسان كما راكم تشوفوا في لا فيديو. اي ابري نزيدوا الطبقه الثالثه اللي هي لا كريم او سيترون، نعمروهم بيان في الكؤوس تاعنا، ونزيدوا لو بسكوي اللي قعد لنا نحطوه كطبقه الرابعه فوق لا كريم سيترون. وفي التزيين انا خيرت لا شونتيي نشكلهم على شكل دي غوزاس، والاختيار دايما يرجع ليكم، زينوهم باي حاجه راكم حابينها. انا درت دي بتي غوزاس في الكيسان تاوعي، ومع التالي ديكوريتهم بحبه بسكوي، والاختيار دايما يعود ليكم. وفي الاخير البنات ها هو الشكل النهائي تاع التحليه تاعنا، كؤوس الليمون بالتفاح. ما تنسوش جربوا الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسوش ثاني تدعمونا بجيم وكومنتر، وما تنسوش تابونيو قناه تاعنا. يعطيكم الصحه البنات وبقاو على خير.